سلام على إيقاع ونغمات وأوتار رائعة السيدة أم كلثوم. وصفوا لي الصبر. أقول لكم أحبائنا الكرام أهلا وسهلا أينما حللتم، فنحن جد سعداء دائما باستقبالكم معنا حلقة جديدة من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تيفي. الأكيد أنني كنحيي كل أصدقائنا الأوفياء اللي كيتابعونا كل أسبوع، سواء على القناة الفضائية شادة تيفي، سواء كذلك عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي لقناة شادة. طبعا من خلال أنكم كتكتشفوا معنا الأغاني الجديدة، وكذلك كنتبعوا وكتابعوا معنا الأصوات الجميلة والأصوات المنسابة والأصوات القوية، نجوم الساحة الفنية المغربية. دائما طبعا احنا الشعار ديالنا وهوية البرنامج هو الفن الراقي، نحافظ على الكلمة والعمق في الكلمات، ثم كذلك اللحن الجميل واللحن المنساب، وكذلك الأداء المتميز، وكل هذا رفقة أصدقائي الفنانين الموسيقيين على الإيقاع. أخي مراد تحية خاصة كالعادة، ثم كذلك أخي دريس نيغرا تحية موسيقية في حقيقة معك أنت يا دريس هو كذلك صاحب القلب الطيب والنكتة، وكما كيقولوا إخواننا أشقائنا المصريين دمه خفيف. ثم كذلك صديقي رشيد بارا عازف الكمان، وصديقنا عادل الصويري أخطبوط كذلك الأورج. تبارك الله عليكم، تحية. تقديم كنديروا لكم رائعة، يا سلام، سكم تخلصوني على التقديم هذا. تبارك الله عليكم، اكيد كتستاهلوا طبعا، لانكم انتم الدعامات الاساسيه ديال دندنه، رفقه الاخوان ديالي التقنيين هذو خوتي اللي تيكونوا معايا، لي كاميرامان والصوت والاناره والاضاءه وكذلك المكياج ولا برودكسيون الى غير ذلك، والمخرج مصطفى حياك. طبعا احنا بدينا لما درنا هذا السي سبيسيال حلقات خاصة كانت بمناسبة الشهر الفضيل، ثم كانت حلقات كذلك بمناسبة عيد الفطر المجيد والعواشر. دابا بدينا في الحلقات اللي غادي نمشيو عاوتاني نرجعوا للمدارس الطربية. ثم كتعرفوا بأن دندنة نحلق عاليا دائما في سماء الطرب ونحط الرحال بعدة مدارس، كانت طربية عربية كلاسيكية أو حتى المغربية طبعا، ونعتز بمدرستنا المغربية وبهويتنا المغربية، وكذلك طبعا بالألحان المغربية الجميلة والأغاني والموسيقى المغربية، يا ما أعطتنا من أصوات ومن نجوم. طبعا اليوم سنستضيف واحدة من الأصوات الجميلة وكذلك القوية، معنا فاتن هلال بك. أهلا بك فاتن. شكرا لك أخي عماد على هذه الاستضافة، ودائما أنا كنكون فرحانة ملي كنكون معكم في هذا البرنامج، لأنه برنامج متميز وكيحافظ على الهوية المغربية. شكرا لك. الله يبارك فيك، وكذلك الطلة ديالك إطلالة جميلة جدا. شكرا. وأنت ترتدين هذا القفطان الجميل. الله يحفظك. والقفطان المغربي داع الصيت ديالو. الحمد لله. الحمد لله. غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا. ثم كذلك واحد من أصدقائنا الفنانين، أنا شخصيا كنعرفه منذ سنوات، هو فنان متميز لكن قليل الظهور في الإعلام وفي المنابر الإعلامية. معي أخي حسن حسني. أهلا بك. أهلا وسهلا سعيد، كل شيء بخير. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا وألف مرحبا. الله يطول عمرك، وشكرا بزاف على الاستضافة. وصراحة هذا البرنامج أنا من المتتبعين ديالو، وتيحصل لي صراحة الشرف أنني جيت واستضفتوني مع الأستاذة والفنانة الكبيرة فاتن هلال بك، والفرقة الموسيقية كذلك. وشكرا سي عماد. الله يبارك فيك. مرحبا. احنا اللي كنكونوا جد سعداء، وكنشكركم على الحضور ديالكم معنا. طبعا هنا في البداية أكيد قبل ما نبداو نسمعوا، أكيد اليوم غنطربوا لأن جزء ديال المدارس أكيد، وكانت كاينة حتى واحد العلاقة قاسم مشترك بينكم، وواحد نقطة تقاطع، لأنكم تلاقيتوا هذه سنوات في واحد برامج من البرامج ديال الأخ عتيق بن الشيقر لما كنا كنشتغلوا طبعا في دوزام، وكنتوا تلاقيتوا كنتوا في نفس البروموسيون ديال نجوم ونجوم. صح. شنو كتذكرونا شي شوية، رجعوا لي هذيك الذكريات، لأن تنبغي، لأن عتيق تبارك الله، عتيق صديقنا ودوز ثانوية ماشي الشيء القليل، والحمد لله هو انضم لنا كذلك، والبرنامج ديالو جميل جدا. قهوة ولا أتاي، فكنحيو عتيق بن الشيقر، ومن خلاله طبعا قهوة ولا أتاي اللي ما تيصادفوا شي الحظ، وأنا ما تيشوفوا شيء ربما فقتوا على الفضائية شادة تيفي، فممكن أن يدخل، راه كاينه لاشين يوتيوب ديالنا، ويدخل ولا المواقع ديال التواصل، يدير قهوة ولا أتاي، كما ممكن كيدير دندنة مع عماد، وكتلقاو جميع الحلقات طبعا. فنرجعوا معك للوراء، فاش غتفكرك هذيك الأيام؟
فكرتني انني كنت في البكالوريا، السنه ديال البكالوريا ديالي، وكان اصلا فاش كانوا كيديروا الاقصائيات يعني كيختاروا اصلا الاصوات. انا دخلت بالبلوزه ديالي ديال المدرسه، ضحكوا عليا. غنيت لهم حانت الاقدار، وكان الاستاذ عتيق بن شي قال لي كنوجه له تحيه كبيره من هذا المنبر، لانه انسان اللي كيشجع المواهب وكيشجع الاصوات. وفي هذيك الفتره احنا كنا محظوظين، كان مجموعه من الاصوات الرهيبه يعني اداء، من بينهم اخي حسن تبارك الله عليه. يعني كانت التجربه زوينه، كان فيها واحد النوع من البراءه. كنا كنمشيو كندربوا فرحانين، كنمشيو كنحفظوا، وكنا مجموعين كلنا دايرين بحال واحد مجمع فني كنحفظوه مع بعضياتنا وهذا. فكان احنا متشوقين اننا يكون عندنا مثلا بحال هذا الشكل ديال التدريب الفنيه، بحال معسكر، هو معسكر فني. قلتي واحد كلمه زوينه، هي كانت نوع من البراءه. هذيك البراءه واش باقا ولا افتقدناها؟ وانا باقا فيها البراءه، وتزادت فيها البراءه من بعد ما ولدت بنتي. وشوف تبارك الله. شنو نقدروا نقولوا معك حسن حسني؟ نفس الكلام اللي قالت اخت فاتن. كنا كنتجمعوا بصح، شي كيعاون شي وشي كيحفظ شي. بحال انا ما حفظت شي جمله مثلا ديك الساعه ما كان لا انترنت لا والو، كانت خصك تمشي تشوف القطعه واش مضبوطه بالنسبه للكلام، بالنسبه لمخارج الحروف، بالنسبه لهذا. كيفاش شي كان بصح كان شي كيعاون شي بالنسبه لواحد المغنيين المترشحين، شي كيعاون شي. وكذلك دابا الناس كيفتقدوا ديك الاجواء ديال يعني واخا هي ماشي قديمه، شحال كاع عنده تقريبا. غادي تكون انا بالضبط تنعقل غادي تكون 21 عام تقريبا، شي 20 عام. ولينا تيجينا بحال الزمن الجميل. مع انه في ديك الوقيته احنا بالنسبه لنا الزمن الجميل هو زمن الرومانسيه وزمن العباقره وزمن يعني سواء لما إلا هضرنا على المشرق العربي كنتفكروا محمد عبد الوهاب، وكنتفكروا الشيخ زكريا احمد والسيده ام كلثوم يعني. وكانوا الى ذكرنا المغرب كان سيدي احمد البيضاوي وسيدي عبد القادر الراشدي وعبد السلام عامر وعبد الدكالي وعبد الهادي بالخياط. ما قلتي الزمن الجميل راه بصح، لان كاع تبارك الله المترشحين كلهم كانوا في مستوى بصح، وكيغنيو غير داكشي ديال يعني الطرب الاصيل. كلهم وفعلا كلهم. وكان عندنا واحد القضيه، اسمح لي قاطعتك، احنا كنا فرحانين كلنا، اللي ربح اللي خسر عادي عندنا. وتحيه لجوق الهلال التطواني لان كان كيساعدنا بزاف، كان بمثابه كوتش لينا. وكان السيدريس هو كان صافي كبرتوه عاوتاني. لا ما كبرش. دابا دريس النيكرا راه في التسعينات، في الاول التسعينات هو مع الجوق ديال الهلال. شنو الوصفه السحريه باش كتبقى تبارك الله ما شاء الله شباب؟ ايوا قلب طيب، قلب زوين وشوف واخا شوف هذا هو الحل الفنان، ولو ان تيكونوا عنده ظروف صعبه بصح. يعني فنان او الناس اللي عندهم واحد المهن ديال الظهور او كاعلامي، راه واخا تكون ظروف صعبه، تكون داير المشاكل، راه ما كاينش اللي ما عندوش مشاكل. دابا دريس ربما الكره خلصتي المدرسه ولا مازال؟ ما تفكروش، ولكن خصو يضحك. شوف خلصتي المدرسه، جاتك الطريطه، ما شوف تبقى ضحك، لان انت اختاريتي هذه المهنه يعني باش تبسط الناس، تنقل لهم، تفرح الناس. وتبارك الله دريس كذلك من الناس اللي يعرفوا يمشيوا في المسيره الفنيه ديالو، يتالق وتبارك الله. لان المعقول الحمد لله والخير كلهم، لا مراد ولا رشيد ولا حسن، الحمد لله ما كيدوم الا المعقول. انا قبيله كنت بغيت نقول، ملي قلتي لي البراءه، واش مزيان. انا حيت انا عشت معكم هذاك الشيء وكنا نصوم في هذيك الوقيته. واش بدل لو تيرم ديال لغه الوقت، ما كانتش العياقه بزاف هذيك الساعات، ما كانش العياقه نهائيا ما كانش العياقه بتاتا. وكان حتى مثلا في طريقه اللبس ديالنا ولا هذا، يعني بحال باقيين في المدرسه، بحال مثلا احنا كنا في الثانويه، ما كاينش داك الفوحان غادي نلبس شي حاجه نعيق عليك وتعيق عليا ولا هذا. احنا كنا كنعيقوا على بعضياتنا بالاداء ديال الاصوات. يعني ملي كيكون شي صوت حنا كنجتهدوا فيما بيننا، وكيعجبنا الحال الى شي واحد اخر تفوق في هذاك الاداء ولا شي حاجه. هذا الشيء علاش قلت لك انا داك البراءه، لان كنا كنبغيو الخير لبعضياتنا وكنساندوا بعضياتنا. كيف ما قال كنا اللي ما حافظش شي مقطع كنعاودوا نحفظوه وكنبقاو معاه حتى كيضبط الامور. وما عندناش هذيك القضيه ديال انها مسابقه، خاصني نكون انا الاول، خاصني نكون هذا. المهم هو المشاركه. وملي كيعيطوا لنا كنفرحوا، ملي كنجيو بصح في الاقصائيات ولا كنفرحوا حيت غادي نجيبوا عاوتاني. واش نقولوا حق ما غاديش نعيبوا على اللي كان السبب، ولكن حق هو الاختراعات. واللي اخترع هذا الانترنت واخترع التليفون هو مول هذا الشيء، هو مول هذا الشيء اللي خلى لا ولكن بعض يعني الناس يكونوا
كيتنفخوا دغيا على والو. وهذا موضوع كبير. شوف اخي يكون مازال باقي ما تبتش راسو، باقي ما غناش، باقي ما عرفوش الناس، الا عرفوا واحد بعض الناس ولا دار شي حركه زوينه ولا هذا شويه ولكن غنقول لك حاجه. لا غنقول لك واحد القضيه بالعكس. انا اللي كيعجبني فيك يعني اخي العزيز الغالي على قلبي انك تبارك الله ما شاء الله عندك مشوار طويل وغني وتلاقيتي مع كبار الفنانين وهذا ولا زلت متواضع يعني صح. كيف ما شفتك النهار الاول باقي انت هو انت تبارك الله ما شاء الله عليك. وافتخر بمعرفتي بك وصداقتي بك لانك انت النعم الاعلامي ونعم الباحث في المجال، وهذا الشيء خصو يتعلموا منه هذا الجيل اللي طالع، لان الشجره الا كانت خاويه من الداخل راه ما غادي تعطي حتى شي حاجه. يعني خص الانسان خصو ينمي ويثقف نفسه، وهاد مواقع التواصل الاجتماعي ولا هاد الانترنت خصهم يستعملوها في الاطار الايجابي. وهنا كتوقع المسؤوليه حتى على الوالدين، لان الوالدين حتى هما الله يحسن العوان. انا تحيه لكل الوالدين اللي كيقوموا بالعمل الجبار ديالهم. كاينين اللي كيتهلكوا ما كيكونش عندهم العوين. تغلبوا الوالدين. شوف نكون واقعيين، واخا تكون عندك قناعات وتكون متشبت بالهويه ديالك فعلا حقيقه الحمد لله ملي كيديروا الوالدين مجهود فكيبقى تشد العصا من الوسط. ولكن دابا المدرسه الاطفال كتشوف يعني انت حابس عليه كتلقاه في بلاصه واحده اخرى عند هذا. يعني هذا هو المشكل. يعني حتى المجتمع كمجتمع خاص يكون واحد الوعي جماعي هو اللي خاصنا نشتغلوا عليه باش نضمنوا لهذا الجيل اللي جاي تكون عنده واحد السيروره بحال كيف ما احنا. انا كنقول سلكنا في الضوء. انا الحمد لله كنحمد الله هي سلكنا في الضوء. تنظن غتكون مرحله انتقاليه. ما يمكنش يبقى هذا يعني المهم هذا الموضوع تنجبدو دائما ما نراه من تفاهه ومن ماشي دابا ما بقاش تفاهه يكون ها كانت تفاهه ماشي حاجه تخل بالحياء وبالاداب وبالاخلاق ما نراه على التيك توك. ولازم انك تشوف، حيت انا غادي يقول لك شي واحد ولاش انت كتمشي تدخل تشوف. لا انا نبغي نشوف نعرف اش واقع باش نعرف باش نحمي بناتي، نعرف اش واقع شنو كيفاش فين وصلوا الناس شنو لو كونتوني اللي بعض الناس. ولكن الحمد لله لان لما كتستعمل هاد لي ريزو سوسيو سواء تيك توك او انستغرام فكاين عاوتاني اللي كيتثقف. كاين مسائل ديال العلم، كاين مسائل ديال الدين، كاين مسائل عاوتاني ديال كيف تربي ابنائك بحالي انا الانستغرام ديالي عمر غير كيف تربي ابنائك، كيف تضبط غضبك، كيف انا غادي نرجع معك لانك نشيطه في انستغرام ما كاينش كل نهار كتلوح بوست جوج عرفتي ضربه الركور راه بارك الله عندك الخاطر يلاه بديت وقلت غادي من بعد ان شاء الله. علاش كيقول لك الانسان مثلا بما ان هذه التكنولوجيا نخليو فيها الاثر الطيب. انا قلت غنقدر ندير مثلا جاتني فكره نقدر ندير نصائح للامهات بحالي. انا ما كانش عندي تجربه بقيت كنقرا بقيت حتى وليت عارفه بعض الاشياء نقدر حتى انا شاطرها مع الامهات الجداد. اكيد وهذا محتوى جميل والله ضروري. طيب باش ما نكثروش انا شوف الهضره تبارك الله راك هضريه انت عارفه ملي كنا في اونصومبل كانت معايا في فصيله انا نرجعوا لهذيك المواضيع. انا ولكن كيعجبني انا تنقولها لان خصني نعطي لكل واحد الحق ديالو. فاتن هلال بك فنانه مثقفه هذا معروف. هذه المساله كتبحث كتشتغل على نفسها ومنذ سنوات من البدايه ديالها. وهذا الشيء ولو انك عندك واحد المسيره متذبذبه نعم ولكن نرجعوا لها نعم على غفله وما قريت حساب. انا اليوم انا اللي غنسيركم في الاختيارات حيت عارفكم مع شنو عارف الكفاءات والطاقه ديالكم. طبعا الاخوان غادي يمشيو معايا في الخط نديروا على غفله نسمعوا نيت غفلتينا هي هذيك
تبلى ناري وجبني وندق في بابه ناري وجبني وندق في بابه واللي ما يعذر ده بيت بلا واللي ما يعذر ده بيت بلا وده بيت بلا وعلى غفلة جاني برعاد واشتاه برعاد واشتاه برعاد واشتاه ناري وجبني وندق في بابه ناري وجبني وندق في بابه واللي ما يعذر ده بيت بلا واللي ما يعذر ده بيت بلا بلا وعلى غفلة وبديت تنعاني والحب صعيب ولا جعل خلال طيف وبديت تنعاني والحب صعيب ولا جعل خلال طيف الصبر فيه لازم يحضر ويغيب الصبر فيه لازم يحضر ويغيب مرة خريف وشتاء ومرة صيف وأنا في الغرام ما زلت غشيمة ما زلت غشيمة بغيا كان والف والقلب رهيب
لقيت لا حد لقيت يشوف حالتي يرشدني للطريق. هجرني النوم ولا حد لقيت لا حد لقيت يشوف حالتي يرشدني للطريق. ناري وجبني وندق في بابه، ناري وجبني وندق في بابه، واللي ما يعذر ده بيت بلا، واللي ما يعذر ده بيت بلا، وده بيت بلا وعلى بلا. يا سلام عليك، تبارك الله عليك فاتن هلال بك يا إليانا ليليانا تبارك الله عليها. الله يحفظك. شحال دابا في عمرها 4 سنين؟ 4 سنين و3 شهور. تبارك الله. كانت عندي في الكريشه فاش جيت عندك كنت درت دندانه اكزاكتومون، كان ديك الساعه حامله بها هذه 4 سنوات دغيا دازت. دغيا كان الموسم اعتقد الموسم الثاني ولا الثالث ديال الدندنه. فعلا. كانت شويه قبل من الجائحه. صح. ف بيان سور وحسن انا تنعقل دابا سبحان الله شوف الايام، لان فاتن كانت معنا وكانت معنا في فصيله، لان في الاخر ديال الفصيله لانه كانت امنيه ما بقاتش معنا واحد الوقت، وفاتن شدت المشعل، ولكن كانت لفتره قصيره ثم خدت برنامج انذاك كان برنامج خالدات اعتقد. الخالدات كلاب الموزون. ايوه وحفل خاص. نعم وانغام. نعم. وكان بنيتها صغيره وداك الشيء دابا كنقول لها ام ليليا كانت قرينات وداك الشيء وكتجي حدانا تما. حتى دابا دايره قرينات، راه كانت عندي واحد المسرحيه ديال الاطفال كنت دايره فيها قرينات. شتك وهذاك انا نهضروا على العمل المسرحي وهذا الارتباط ديالك بكل ما هو اطفال. هذا هنا غادي نرجعوا اكيد بعد ما كذلك نتكلموا شويه مع حسن حسني. انا قلت لك حسن بيان سور حسن احنا اصحاب زمان عرفت اللي كاين الله يبارك. لكن تقريبا ما شفناكش مؤخرا، انت شويه بعيد يعني ريزيرفي، احنا كنعرفوا الكاركتير ديالك. البدايات انت لما بديتي الفن دخلتي ليه عن طريق صدفه او لا عن طريق هذيك ديال المثل ديال مرغم اخوك لا بطل؟ يعني كتدخل عرفتي بان الموهبه كاينه كتدخل الفن باش تشتغل فيه. يعني كيفاش كانت الجواب الثاني مرغم اخوك لا بطل. ولكن كان الموهبه كان الموهبه. انا في حقا انا كنت رياضي اولا بعدا. كنتي في الفتح، كنتي في البعث ولا لعبتي في الجونيور واحد الوقيته؟ البروموسيون ديالك كان معك بيضودان، مصطفى بيضودان اللي كنحيو تحيه خاصه مصطفى بيضودان قبل ما يلعب في الوداد اعتقد. قبل كنا في جونيور ساعه الجونيور. بعد دونك الكره كانت انت اللي عطيت دورتي على وجهك ولا هي اللي ما عطاتكش؟ الفن والموسيقى هي اللي جرتني من قليل الرياضه، جرتني شويه الموسيقى. دابا بلاتي قبل ما نكملوا كون دابا بقيتي في الكره، كون بقيتي كواري كما انا كون بقيت في الوداد مثلا دابا شنو غنكونوا دي زونترينور دابا ما نكونوش باقي كنلعبوا دابا. لا مثلا مع الكوريشات مازال تلعب انت. لا تكونوا دي زونترينور وتعاود دير البرامج مزيانه. لا فن ورياضه، البرامج اللي كانوا فن ورياضه. طيب من بعد كما قلتي ما بقيتيش ديك الساعات في الكره مع الفتح؟ تجاهلت شويه الفن، بقينا كنحفظوا حياتك كما بحال الاخت فاتين. من حنا من صغرنا حنا كنسمعوا غير الطرب، ما كنسمعوش شي حاجه من غير شي حاجه ماشي هي هذيك ما كتسنش ليها. تربينا في هذا الشيء كيف بشويه صافي مرغم اخوك لا بطل هي هذه، ولينا تنخدموا وتخدم شويه في الحفلات شويه في العرسات السواق بريفي، من بعد ولينا تستمر بشويه المطاعم. نعم. ولكن حقا يعني ربما انت يعني دو ناتور كما تنقولوا يعني خجول شويه ريزيرفي كيقول ياك شويه، فما كتفضل دائما تبقى وراء. انا لا ما عيطليش شي واحد ما كنمشي نهز التليفون نقول الو فلان راه بغيت نجي عافاك الله يخليك راه بغيت نجي. لا ماشي مساله ماشي بالضروره غادي تعيط، ولكن انت كتبغي تبقى حتى ملي كنتلاقاو في بعض المناسبات فهذا كتجي تخدم خدمتك وتغني
فعلا وكان هنا. ولكن هو يعني هذاك الخجل خاصك انا بالنسبه لي يعني نصيحه كاخت يعني خاصك تشتغل عليه شويه، لان الفن ديالنا حنا كيرغم علينا ان يكون عندنا تواصل اجتماعي مع الناس. يعني انت ملي غادي تكون في حفل ولا هذا خاصك تهضر مع الناس. انا دابا خصني غير داك الكل الاول من الاول صافي وكنمشي خصني داك الاول داك المواجهه الاولى كنكون حشمان، ولكن بعد صافي واحد داز واحد الفتره كانت فيها تقلبات. اكيد هي شوف راه ماشي غير عليك بوحدك، تقلبات على كاع اللي بداو في واحد الوقت وكانوا دازوا بالمدرسه الطربيه، فجات واحد الوقيته ما بقاوش عرفوا فين منين كان جاو دوطخ جينيراسيون مثلا فنانين اخرين برزوا بواحد نوع اخر من الاغنيه. صحيح. موسيقى مغربيه ولكن بطريقه اخرى وبرزوا. فهنا اللي شويه كانوا قبل اللي معتمدين على الطرب ريكول دابا بالنسبه لنا حنا، ولكن دابا عاوتاني الناس بدات كترجع للطرب، كترجع. هادشي اللي كنلاحظ يعني. شوف انا كنقول دائما الرجوع الى الاصل فضيله ولا يصح الا الصحيح. هي دائما كتكون موجات كيكون عندها واحد مده الصلاحيه ومن بعد كترجع لداك الشيء الاصيل. ولكن هذا لا يمنع من ان كاينين بعض الابداعات الفنيه ديال الشباب اللي عطاو شي حاجه اللي هي عطاو لمسه جديده، بحال واحد لا فيوزيون ما بين الاغاني المغربيه والجاز ولا شي حاجه بحال هكا، يعني اللي وصلت الاغنيه المغربيه للعالميه. وكاين حتى الكلام اللي هو مهم. اما هذوك اللي هذوك بلا ما نهضر عليهم تافهين. لا شويه ما كاينش الحمد لله واخا هكاك زعما ما مصفين، لان اللي بارزين راه باينين كيستاهلوا. حتى هما دايزين الطرب. انا باش بانوا النهار الاول وكلهم اغلبيتهم الاخوان اصدقائي دابا اغلبيتهم راه دازوا معايا في الاول في برامج ديالي تقريبا 25 عام و20 عام راه دازوا بالطرب، ولكن لقاو كما قلتي طوروا ابداعات ديفيوزيون. مي برافو عليهم. حتبقات عندهم ذاك الروح الطربيه، لان الانسان اللي كيكون عنده الطرب في دمه واخا غادي يبغي يدير شي حاجه عصريه ولا بد ما يعطي داك اللمسه ديال انني عندي الخامه الصوتيه حاضره، بخلاف هذوك الناس اللي مثلا اللي كيشتغلوا على الاوتوتيون ولا كيدير شي اغنيه اللي مثلا كيسموا الهيت. المصريين كيسميوها الهيت، ولكن كيبقى هذاك اللي عنده المدرسه الطربيه كيف ما قلتي كيبغي يدير شي حاجه لمسه جديده ويبين ان راه كنغني ماشي غير متبع انا الموجه العصريه. وحسن عندك عملتي اعمال وكانت اخيرا واحد اغنيه وطنيه دابا دخلتي للتلحين شويه. طيب اهم الاعمال اللي عندك؟ عندي جوج اعمال. عندي واحد العمل الاخير وطنيه مغرب راه داز عندكم تيدوز معنا في الاذاعه ديال شاده، وكنت ديجا عندي واحد جوج القطع كندوزو في الاذاعه ديال الرباط. الكلمات السي عمر التوزاني من هنا كنحييه، والسي قاسم فيلالي رحمه الله. ودابا ان شاء الله عندي قطع اخرين. عندي بديت كنلحن شي قطع مازال فريغو كما تنقولوا، مازال تلقاو شي بحال اللافاتين الا بغات. اللافاتين شرف ليا بالعكس. الله يوفقك ان شاء الله. علاش لا؟ ها هي فرصه تحت لنا فرصه. دابا هادو فريغو كونجلين فهمتي، ساهل دابا نخرجوهم مرحبا كلهم ستركتور ديالهم كل شيء ديالهم صافي غيدي كونجلاو. احنا معاك مرحبا حسن. الله يكبر بك الله يكبر بك. طبعا دائما كنا كنضحكوا معك، لان الاسم ديالك تيشبه الاسم ديال الفنان الممثل الكبير رحمه الله المصري حسن حسني. كان هو فعلا هذا حسن حسني المغربي. باش نبداو عرفتي شنو غنديروا؟ امتى الزمان. يا سلام نمشيو فيها. يلا
على شاطئ النيل. الجو كله سكون والورد ينام عالغصون. الجو كله سكون والورد ينام عالغصون. والقمر طالع علينا والعزول غابوا عن عينينا. والقمر طالع علينا والعزول غابوا عن عينينا. وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شاطئ النيل. امتى الزمان يسمع يا جميل يا جميل يا جميل. الزمان يسمع يا جميل. واسهر معاك على شاطئ النيل. الدنيا كلها حزنانة والنسمة كانت حيرانة. الدنيا كلها حزنانة والنسمة كانت حيرانة. والموج بيحكي حكاية الشاطئ مالها نهاية. والموج بيحكي حكاية الشاطئ مالها نهاية. والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا على شاطئ النيل. امتى الزمان يسمع يا جميل يا جميل يا جميل. اسمع يا جميل. واسهر معاك على شاطئ النيل. شكرا. تبارك الله عليك حسن حسني. الاغاني الطربيه الجميله ديال المشيخ، هذه الاغاني هذه. الله عليك يا عماد اللي رجعتينا للزمن الجميل وعلى الاختيارات ديالك الراقيه كما عودتنا عليها. ان شاء الله وما زال. خليكم معنا غير خليكم معنا حنا. رجعتينا 20 عام هذه بحال كنا في الجمهور. انا قلت حتكون حلقه طربيه على اكيد. حسن حسني، واحد الوقت طبعا كنت نشيط جدا خصوصا في الحفلات، في الاعراس، ولكن فتره اشتغلتي بالليل
اشتغلتي في محلات ليليه، في مطاعم الى غير ذلك، وكنتي يعني بارز. الله يكبر. وهذا ربما تنقول هذا اللي ما عرفتش استغل، لان تما شويه غبرتي ما استغليتش هذا، ما استغليتهاش. صح. مع ان هي هذا فيها حالتين. كاين الناس اللي تيبقاو في هذا العمل الليلي، تيبقى يعني ما تيطورش الامور ديالو بالنهار فعلا. الانتاجات، المنابر الاعلاميه، يخدم على راسه. وكاين اللي تيكون ذكي واخا كيشتغل بالليل كيبقى كيدير اعمال. انت اعتقد واحد الوقيته اختفيتي، بقيتي غير بقيتي عاد خدمه بالليل وصافي. واحد الوقيته بصح، ولكن بحال عقلت، بحال لقيت 10 سنين ولا 12 عام ولا اكثر مشات. دابا شحال باش حبست؟ ما بقيتش تخدم دابا مثلا في المطاعم لا سنوات؟ صافي سنوات دابا تقريبا. وعندك شي عمل اخر اون باراليل مثلا من غير الفن؟ عندي واحد الشركه يعني بسيطه صغيره كندير معهم موازاه مع الفن مع السهرات، تنخدم شي شويه باش ما نرجعوش، لان ما كنبغيش نجبد هذيك الايام ديال الجائحه. بزاف الفنانين بداو لا قبل الجائحه. قبل انت درتها كما قلت لك راه صافي واحد السنين دابا، يعني تقريبا ما يقارب 5 سنوات او 6 سنوات باش ما بقيتش كنخدم بالليل كاع نهائيا. وصراحه فضلت يرجع الزوجه ديالي من هذا المنبر كنحييها، هي اللي بحال قلتي دارت لي خصك صافي قرصت الودان ديال بصح صراحه. الله يعز الحكام. ولكن في الحاجه اللي مزيانه اللي لا مزيانه حتى انا كتواجد هذا المساله باش نضحكوا. ما كاين لا حكام لا والو، ما عمر كانت العلاقه. لا بالعكس كيكون توافق اكيد. لا هي اكيد. شوف اللي متزوج بفنانه ولا فنانه ما كاينش هذيك الله يعز الحكام، لان خاص يكون توافق فكري. حتى ماشي ضروري الفنان، يعني ناس من غير الفن صح. كاين شي الله يعز الحكام. ماشي كان زعما سنوات، ولكن دابا بالعكس كاين توافق، كاين الموده، وكاين هذيك اللي والرحمه هي اهم حاجه. كيبغيك مصلحتك تيهضر معك بواحد الطريقه، يعني تكون حتى الطريقه لا غير لا مانيير تيفصل لك الفكره وتيخليك انت على خاطرك. انت كتدرسها شويه عليك عاد هذه الزوجه الصالحه، انك تقيد مرة مزيان. الفران راه زوين، صح. راه كاين بعض الرجال خصهم الفران مرة تيقتي الفران. هي كنسميوها الزوجه العقود، هي اللي كتعود عليك بالخير وكتنصحك، وهذه راه فيها يعني ملي ربي كيبغيك كيجيب لك هذاك الزوجه العقود. فعلا عندكم شي زوجة عقود؟ اش هاد العقود عاوتاني بالي؟ لا بعد هذوك شوف هذو دياولي كلهم شي عندهم زوجات ماكينه عقود. الحمد لله، الله يخليهم لكم. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك. نرجعوا معك فاتن. طبعا نهضروا كما قلت انا في الاول، قلت لك مسيره فنيه متذبذبه. يعني هذا واقع، ما يمكنش ماشي حيت صديقه ديالي ما غاديش نقول في برنامج الهضره هذه. لا بصح عندك الحق. يعني المؤهلات ديالكم بطريقه باش ديماريتي في السنوات الاولى، في واحد السنوات كان ممكن ان زعما تكوني يعني في الصفوف الاولى. صحيح. انا علاش كنقول الصفوف الاولى؟ ماشي من الناحيه الفنيه، من ناحيه المشاركات، من ناحيه الاعمال، من ناحيه المدخول المادي. لان ملي كيولي يوصل لك الانسان تيخدم في مهرجانات كبيره او في دول عربيه ولا هذا، ف يعني كيكون كاشي عالي، سي نورمال. كنفرحوا اصدقائنا اللي كيمشيو للمهرجانات في الرياض او مثلا في دبي او كذلك هنا في الاعراس الكبيره المغربيه، لان كاين ولا الكاشي زوين. فعلاش هذا التذبذب؟ التذبذب هو النقطة اللي كانت هي الموت ديال الوالدة ديالي الله يرحمها. 12 عام باقا مازال ما درتش لو دوي ديال الوالدة ديالي، باقا ما يعني كنحاول ما امكن انني نتجاوز هذيك المحنة. تطلبت مني واحد 2 سنين وانا جالسه غير في الدار الذكر والقران، لدرجه انني ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل مع الناس في المجتمع. ما بقيتش نعرف نهضر، ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف. وكنت الذكر والقران شيء جميل، هذا غذاء هو اللي باش صبرت، هو اللي باش صبرت. ولكن نقدروا نقولوا منين كتقولي ما بقيتش نعرف نهضر مع الناس، واش طحتي في شي اكتئاب، شي ديبرسيون؟ اكتئاب لانني سديت على راسي، ما بقيتش كنخرج نهائيا، ما بقيتش عارفه شنو ما يدور في العالم الخارجي اصلا. وحتى حاجه واحده اخرى، يعني كنت بحال حسيت براسي ما عنديش الحق نعيش من موراها، بحال كنستخسر في نفسي انني عايشه وهي تحت التراب. فهاد القضيه مشيت عند هذا البسيكولوج بسيكياتر، وهذا ما فادوني حتى شي حاجه. لقيت راسي علاش هذاك التذبذب، لان هذاك الاكتئاب مازال كاين. كل مره فين ما كنشوف مثلا شي مرحله من مراحل حياتي، بحال دابا مثلا المرحله ديال الحماله ديالي وفاش ولدت وما كايناش معايا ماما، بقى فيا الحال. كنقول كون كانت معايا، كون فرحت ليا، ماتت قبل ما تشوف حفيدتها. يعني هاد الاشياء هي اللي كانت كتاثر عليا بزاف. ولكن مع الزمن انت زعما يعني تبارك الله عليك واعيه ومثقفه
وبحثه وعارفه حتى في امور يعني امور شوية. الدين الانسان خصو شي شويه هي يعني وهي الاحاسيس بعض المرات خصك كتولي الواحد يخدم على راسو لا شي شويه. خدمت على راسي يعني راه كنت كل عام كنقول غادي نخرج هذا العام غادي نخرج. ملي بغيت نخرج هي فاش ولدت الاميره اليانا الله يحفظها لي ويحفظ وليدات المسلمين. ملي ولدتها صافي لقيت راسي انني عندي المسؤوليه ديال تربيه البنيته. ما يمكنليش انا مع احترامي الشديد للناس اللي كيديروا لي نونو هذا انا ما كنامنش بلي نونو. انا بنتي خصني نعرفها شنو دخلت ليها في دماغها شنو كيفاش كنربيها كيفاش كنوعيها من الصغر. كبرتها على الاعتماد على النفس من دابا يعني دايره لها طريقه بوحدها وتطلبت مني التركيز بزاف والبحث الكثير. يعني انا وليت كنقلب في العود كنقلب في المجال الفني وليت في التوعيه التربيه ليدوكاسيون بيانفيونت ليدوكاسيون مونتيسوري وبزاف ديال المدارس اللي دخلتهم وحده هذه خلطت مع هذه خلطت مع هذه ونستشر مع خالتي في امريكا لدرجه ان خالتي قالت لي واش هاد البنت بغيتي تخرجي استرونوت قبل الوقت شويه رحمي البنت شويه. لا سورتو دابا يعني بحال تكون هذه التربيه ديالك البنيه ديالك وهذا التركيز ربما تيبان لي مبالغ فيه انا هو اللي خلاك انك مثلا ما بقيتش تنشطي. ربما تيعيطوا لك ناس ما يلقاوكش فعلا باش ديري سهرات حفلات باش تخدمي لان خصك تخدمي. الفنان خصو يبان ويبدع ثم خصو يدخل لان باش يقدر يعيش. لا انا ما نكذبش عليك انا كنت بغيت نحاول في واحد المرحله بغيت نحاول انني نمزج ما بين الاثنين. لقيت القضيه صعبه. علاش؟ لان الوالده ميته الله يرحمها كون كانت ماما بالحياه كانت غيكون المشوار ديالي كان مشى في تسلسل لا يعني ماشي لا قدر الله كل جرى بزاف اللي تعيشوا هذا هي بصح لا متفقه معك ولكن انا ما كنتش منتظرها ما كنتش متوقعاها. يعني انا كنت كنقول انا في حياتي اصلا كنت دائما عندي السيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم ولكن هذه مع عمرها ما خطرت لي في البال. يعني ما كنتش محضره راسي نفسيا. من بعدها فاش بغيت نمزج ما بين الاثنين لقيت صعب لان لو تواجدت الخاله في بدل الام كان على الاقل ممكن نخليها. خالتي بجوج في امريكا جده حتى هي الله يخلي لها صحيحتها ما تقدرش وكانت حتى هي في واحد المرحله مشات لامريكا. لقيت راسي بوحدي دونك كنتي كتربي بنتك. بقيت كنربي بنتي ولكن هذا الشيء مزيان غير هو قلتي قبيله ما خرجتيش من لا ديبرسيون زعما باقا انت لا لا ديبرسيون ديال شوف باش كدير لو دوي ما عرفتش لو دوي بالعربيه باش نقولها لك لو دوي دو لا مور ديال الموت ديال النعي ديال الموت ديال شي شخص كيكون قريب منك. ممكن كاين شي واحد اللي كيقدر يتغلب عليه كتكون عنده الاراده قويه وكتكون عنده واحد الصلابه في الهيكل النفسي ديالو قادر انه يتجاوز هاد الصعوبات. ولكن ربي عطانا نعمه النسيان الحمد لله. على كون الا كان ملي كنفقدوا والدينا كون بقاو في ديك الاسبوعين والشهر الاولاني الكره ما يمكنش تجي ضحك راه حيت كتبقى ولكن ربي كيعطينا النعمه. ولكن انا المشكل ديالي تزاد ملي تزادت بنتي وليت كنتفكر كيفاش كانت كتربيني كيفاش كانت كتعامل معايا. وليت كنقول يعني لو كانت غتعاوني بزاف في تربيتها غادي نحس غادي نرتاح شويه. نعم فهمت واضحه الفكره. فهمتي يعني هذا ولكن دابا الحمد لله دابا راه بنيتي عندها 4 سنين 3 شهور تبارك الله ما شاء الله. يعني نقدر دابا صافي ساعود للساحه انني معك انني حاضره. صافي حنا غادي نبغيوك ندوزو اكيد نشوفوا الا كان ممكن سي مصطفى عطينا واحد لقيت واحد 3 تصويرات شي تصويرات ديال فاتن هلال بك غادي تحاولي راه عندك لاكرون غادي تشوفي هذه الصوره هذه ولقيتها وديرنا شي تعليق. واخا تفضل شوفوا الصوره الاولى. ياك بعد انت هي انا والله الا هي انا. هذه كانت عندي 3 سنين وكنت غضبانه حيت قطعوا لي شعري حيت كان شعري طويل وقطعوا لي شعري وصوروني هذيك الصوره. ونقول لك ان بنتي فيها شبه كبير مني يعني. لا كاين واحد الحروف دابا بحال دابا بنتك صغيره تقريبا بحال هكذا كتشبه ليا. وهذه الطفوله يعني هذه مرحله يعني دي خلاص يعني الطفوله. نشوفوا واحد صوره اخرى ربما هي اللي غادي نهضروا عليها اكثر معبره. تبارك الله عليك مشيتي غير الصور هذه يا سيدي. كان صحابني شي طابلو هذا ديال دوك اللي كيشريو السياح المغاربه فهمتي هذوك السياح الاجانب عفوا صحابني بحال داخل شي بلاصه جيت مراكش ولا اكادير وشي كارت بوستال وزيت انت هذه. انا والله لا انا هذه عقله عليها سبحان الله عقله عليها داتني خالتي اللي في امريكا خالتي ملكه.
حيت كنت انا الحفيده الاولى، يعني كانوا مهلين فيا، كلشي كيخرجني كلشي كيساريني. هذه داتني للاستوديو باش تصورني، وانا كان عزيز عليا الهنود وبغيت لبسه هنديه. وفي هذه اللبسه هذاك المصور ما عندوش لبسه هنديه. تخيل انا باقا عاقله انني جالسه فوق واحد الصندوق كبير ولبسني اللبسه الشلحه، وانا راه غضبانه دايرها زعما راه غضبانه ما عجبنيش الحال. ولكن جات جميله. شو اللبسه السوسيه؟ هذا السوسيه ولا ديال الاطلس؟ اعتقد سوس هذه اللبسه هذه، ما عرفتش. يعني المهم امازيغيه. امازيغيه امازيغيه تنظن. المهم ما بغيتش نجزم باش لان ما تنشوفش، خصني نشوف اكثر باش نقدر نقول لك واش من هنا ولا من هنا. ياك ديال سوس، هذه ديال سوس. دونك نشوفوا صوره مواليه باش نسمعوا. هنا هنايا اشتد ساعدك. هذه في ايام قرطاج، كنت خديت الثانيت الفضي في 2010 وكانت تجربه زوينه بزاف. كنت مع الاستاذ عبد الحكيم بالقايد اللي كنوجه له تحيه، وكان الاستاذ نصير شمال، الاستاذ عبد الدكالي كانوا في لجنه التحكيم، كان حسين سبسبي، كان مجموعه من الاساتذه اللي استفدت من هذيك التجربه كثير. وكانت الاغنيه اللي فزت بها كانت بعنوان انت مرادي، هي اغنيتي من الحان وكلمات علي الصالحي. وشاءت الاقدار انهم بالصدفه عندهم في تونس اغنيه سميتها انت مرادي، وفاش داروا معايا الحوار قالوا لي، وقلت لهم نتمنى ان هذا العنوان يكون فاء الخير عليا، وفعلا كان فاء الخير. فاللي كيسمع هذا الشيء فهذا الشيء قلت لك انا في الاول ديك المسيره ديالك شي شويه متذبذبه، ما استغليتيش هاد الانجازات. حتى انك شاركتي اغنيه ديو مع الفنان نور مهنا كانت رائعه جدا. طبعا كانت القضيه الفلسطينيه اللي كانت اوبريت، هي اوبريت جمعات اكثر من 100 فنان عربي. انا كنت ماضيه عقد مع احمد العريان ديال الاحتكار، ولكن ما عجبونيش الشروط وفسخت العقد. طيب هذا الشيء كنا هضرنا عليه قبل، ولكن المهم نتمنوا الخير الى الامام دائما. ان شاء الله. شوف هو الحاجه الايجابيه اللي في الفنان هو الفن، عندنا قطار الفن لا يموت، بخلاف تربيه الاولاد الا ما حددتيهاش في واحد الوقت كتفوت. اذا هذا الشيء علاش كنقول انا درتها ملحه. ما كاينش كلشي عندك الجواب لكل شيء، زعما ما خليتيناش شي حاجه، اي حاجه عندها الجواب ديالها. دغيا لقيتي لها القطار. لا والله القسم كنقول لهم، شوف والله القسم كنقول لهم انتم دابا انا عندي واحد المهمه اديت واحد شويه منها، مازال غنكمل، راه المشوار مازال طويل. ولكن دابا صعيبه. نقدروا نقولوا بان قلبك دليلك. انا قلبي دليلي. يلا دابا نسمعوها. انا قلبي دليلي. الا كانت سمحتي تفضلي باش تشوفوني القفطان مزيان، شوفوا الحطه كي دايره. يلا تفضلي. شكرا. سمعان
أنا قلبي دليلي قال لي هتحبني، أنا قلبي دليلي قال لي هتحبني، دايما يحكيلي وبصدق قلبي، أنا قلبي دليلي. الدنيا جنينة واحنا أزهارها، فتحنا عينينا على جنة زهورها. مين راح يقطفنا، مين راح يسعدنا، النار في قلوبنا لونها في خدودنا، النار في قلوبنا لونها في خدودنا، شايفاه في خيالي، سمعاه بيقولي يا حياتي تعالي تعالي تعالي، يا حياتي تعالي تعالي تعالي، غني لي تملي وقولي لي تملي، الحب ده غنوة كلها أنغام، أنغامها الحلوة أحلى برافو، بارك الله عليك. شكرا شكرا لك، تفضلي. شكرا شكرا شكرا. الاغاني الجميله الطربيه، انا قلبي دليلي. يا سلام. فالوقت كياخذ، لكن الكلام فيه كلمه يتقال لا حيت معكم. وحشناك هادشي علاش. وهذه مده ما شفناك. مرحبا، وان شاء الله ما تغبريش علينا، خليك لا لا دائما ان شاء الله ان شاء الله. واظبي على صافي، على هذا وعد زيارتنا مني، ان شاء خلاص. الله ان شاء الله. اكيد طاقه بحالك ما ربي يخليك. يعني لازم الناس تستمتعي مع ربي الناس يخليك. وتمتعي الناس كذلك. سيدي حسن، أسيدي. حسن حسني، فشنو هما لي بروجي ديالك؟ كاين شي جديد، شي اعمال فنيه؟ كاين شي حفلات، سهرات؟ وحنا مقبلين على الصيف، ان شاء الله نتمنى العام تروشي شويه المهرجانات، دور الحركه دور الحركه باش الفنانين يخدموا. ايوا فعلا صح. إن شاء الله كاين ان شاء الله، كاين عندي كما قلت قبيله، عندي واحد قطع تنوجد فيهم، كاين حفلات ان شاء الله هنا في داخل المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. فنبقاو درنا المدرسه الشرقيه المغربيه، دابا غادي نرجعوا معك في المغربي، وما كرهتش نسمعوا احدى الروائع ديال الاستاذ قول يا استاذ عبد الوهاب الدكالي العميد الكابيتانو. ديروا تتعجبني، تعجب. يلا تفضل. ولا
علاش بغيتك لا تسألني ولا ترفد لي بلا عافاك وآه آه 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 غير محاني أنا كده وهذا طبعي وأنا وهذا طبعي وإلا ما بغانيش قلبك نوصيك لله لا ترحم ونكون حبك الحب الكبير بلا أمل ياس اش ندير كتعجبني كتعجبني الله 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 يا إدريس وحبتك هكذا ولا بغت على بغتك حبتك هكذا ولا بغت على بغتك بلا ما نفكر بلا ما نحسب اي حساب انا حبتك هكذا ولا بغت على بغتك حبتك هكذا ولا بغت على بغتك بلا ما نفكر بلا ما نحسب اي حساب سألت جوارحي سألت كياني سألت باقي هذه صدفة ولا مكتاب وين حبيتك يا جبل طير طبعي وبديت نشوف في هالدنيا منظر جديد هدمني الحب علمني ضرب سمعي هدمني الحب علمني ضرب سمعي في الحب القيم سعادة بلا تحديد في الحب القيم سعادة بلا تحديد وعشقت الوين ولون الوين وانسموم انسموم انسموم انا عشقت الوين ولون الوين وانسموم انسموم انسموم فتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في هالمكان في هالمكان وفتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان ولا تسألني أيوة الله
ملزوم باش تعشقني كيف عشقتك خليني نعيش مع حبي خليني ندوم ما انتش ملزوم باش تعشقني كيف عشقتك خليني نعيش مع حبي خليني ندوم وانت تصرف كيف بغيتي دير شهوتك وانا حر نعايسي نحلف منتوب وانت تصرف كيف بغيتي دير شهوتك وانا حر نعايسي نحلف منتوب ويتنسهر في حديد جديد مع القمر ويتنسهر في حديد جديد مع الهلال متعة كبيرة ياللي بغيتو متعة كبيرة ياللي بغيتو تجربوها عشقو ثقوا بيا مع النجوم يحلالكم السهر ثقوا بيا مع عماد يحلالكم السهر ثقوا بيا مع يحلالكم السهر فتحت عيني لقيت الجمال كل مكان فتحت عيني لقيت الجمال كل مكان هلا بارك الله عليكم يا سلام عليك. بغيت نسولك على التجربه ديالك ديال المسرح لان شفتك وجدتي هذا العالم شكل الكورينات بعد التجربه الفنيه التجربه الاعلاميه تجربه المسرح راه عالم جميل بصح. هي اول بداياتي ديال المسرح كانت مع طيب الصديقي الله يرحمه. كنت غادي ندير عويشه في الحراز وجرى عليا واحد النهار حيت تعطلت بربع ساعه. باش تعرف طيب الصديقي الله يرحمه كان حريص على الوقت أكيد وعلى هذا وكان مدرسه استفدت بزاف ومنها الالتزام الانضباط مخارج الحروف. وكان شاءت الاقدار انني تلاقيت مع المخرج المسرحي الاستاذ دريس السبتي اللي كان وجه له تحيه من هذا المنبر كنشكره بزاف هو الزوجه ديالو فاطمه النوالي. عملت معهم 4 الأعمال سندريلا كنت قمت بدور الراويه مع عبد الله شيشه. وكانت التجربه الاخرى ديال قطره ندى يعني الجميله والوحش كنت الجميله لابيلي لابيد. وكان واش ما عيطوش لي ندير الوحش انا واش ما اخباريش كنت ما اخباريش ما بقاش ما احسن منك انت في الوحش اللي غيولي امير في الاخير صافي فوالا في الاخر المهم غيزيان الوحش اكيد وكانت هذه في قالب ديال كوميدي ميوزيكال يعني كنغني فيها وهذا وفيها مقتبسه من هي مقتبسه ولكن هذا بتصرف يعني كتكون مختلفه باش كنعلموا القيم كنعلموا يعني الصبر التضامن بزاف د الحوايج يعني الانسان ما يبقاش يمشي غير مع المظاهر يعني خاصو الاخلاق وهضرنا على اهميه الكتاب. كان عندنا مسرحيه ديال المجد ولين كنا كنهضروا على المساوئ ديال الالكترونيات والتشبث بالهويه المغربيه والتراث المغربي وكذلك ان الواحد خاصو يتجه للكتاب. اخر الاعمال كانت سميتها اصدقاء الغابه كنت الدور ديالي هو بطه يعني اخر اعمالي كنت بطه
أنا البطة الشجاعة. تقولي واك 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 واك، كندير ولكن راك البطة لابسه الخضر اليوم. دابا كنت البطة الشجاعة اللي كتعلم فيها التضامن وروح الحفاظ على الطبيعة والحفاظ على الغابة، وأنها مسؤولية الجميع. هي دائما الأستاذ دريس السبتي دائما كيعجبني في الأعمال ديالو اللي كتكون موجهة للطفل، كلها عندها واحد الغاية وفيها واحد يعني رسالة توعية. آخر أعمالي إن شاء الله اللي دابا حنا بصدد التحضير لها هي عمل مونودرامي للناقد المسرحي الكبير الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، واللي غادي يقوم بالإخراج ديالها الأستاذ دريس السبتي، واللي غيقوم على إشراف الموسيقي الأستاذ الدكتور مصطفى أحرش. هذه كنشتغلوا عليها. وعاد الأعمال الفنية الغنائية عندي قطعتين مع الأستاذ عبد الرحيم بريول والدكتور عبد اللطيف نادير، وعندي أعمال مع الأستاذ عبد الكامل دينيا، الأستاذ عبد الرحيم منتصر، وكذلك الأستاذ حسن القدميري أكيد. بارك الله فيك، جبتي تبارك الله المبدعين. بغيت نقول لك تحيه للاستاذ الحرش، صعب لي كل شيء هذو كلهم يعني. وانا في الشبابيه ديالي جلست معاهم ورويت عليهم الشيء الكثير. هاد كل هاد الاسماء الكبيره اللي قلتي، فكنبغي نحييهم جميعا اكيد. وتبارك الله عليك، شوقتينا نشوفوا هاد وهذا الشيء علاش انا دابا خديت الطريقه باش كتهضري زعما غداك وكان دايرين شي عرض كره مشيت كنتفرج دابا. والله القسم الى هاد العروض كلها ديال الاطفال كان فيهم تجاوب كبير من ناحيه الاباء والابناء، لان الاشتغال عليهم اصعب من العمل المسرحي للكبار، يعني باش توصل لهم. باش كتهضروا بالدارجه ولا باللغه العربيه؟ باللغه العربيه. ها اللي جميل، هادشي اللي بغيت نوصل اللغه العربيه الفصحى، لانه حنايا دابا حقيقه راه بدينا شويه كنهملوا شويه اللغه العربيه فعلا. يعني واحد اللغه العربيه مهمه جدا ولغه جميله جدا. وانا يعني الانسان صعيبه جدا، خص الواحد يعتز لما صعيبه بطبيعه الحال. اللغه الضاد الواحد الانسان الا كان كيتقنها وكان ضليع في العربيه فخصو يفتخر بها، ماشي العكس. دابا الفرنسيه طبعا ولا زعما الانسان اللي تيهضر بالعربيه راه شويه زعما راه بلدي، لا بالعكس اللغه العربيه راه ما سهلاش بالعكس. لا الفرنسيه طبعا، الانجليزيه الى غير ذلك، ولغات اخرى اسبانيه. ولكن انا بغينا نرجعوا لهذا الشيء لان تنشوفوا حنا واحد الجينيراسيون طالعه بعيده كل البعد عن اللغه العربيه مع حتى المدارس ما بقاوش تيركزوا بزاف على وهذا الشيء اللي بغيت نشير ليه. كانوا بعض المدارس اللي كيشجعوا هذه القضيه هذه، وكانوا حضروا معنا وعجبهم العمل وبغاو يعني يكونوا الاعمال المتتاليه يكونوا معاهم وهذا. ولقينا تجاوب من طرف الاطفال بواحد الطريقه ما كتصورش، يعني خاص غير يتفسح لهم المجال. يعني اصلا انا تمنيت لو كان هذا العرض مثلا يتاح له الفرصه انه يدار في التلفازه باش الوليدات حتى هما يستافدوا اكثر. انت كتقولي هكذا وانا تنفكر والله باقا تصورات ما درتو باقي ما درتو مع حتى شي. لا مازال ما تصورناش. نشوفوا هذه المساله، نشوفوا مع ان شاء الله. علاش لا حتى جيت بطا عاد بغيتو تصوروا ملي كنت اميره ما نصورش. شوفوا مع المدير العام فداء للاطفال ماشي مشكل. انا شوف غادي ندير واحد الميساج دابا مباشره الرئيس المدير العام رشيد حياك باش ناخذوا هذا تحيه لسي رشيد حياك، تحيه ناخذوا هذه الصلاحيات هذو ان شاء الله. لان علاش حنا شنو اللي الحمد لله كنا تعلمنا اللغه العربيه ومن غير الدراسه ومن غير فعلا حتى كل ما كنا كنشوفوا مسلسلات تاريخيه رسوم متحركه باللغه العربيه، ما تربت ودنينا على العربيه. وهذا العمل المونودرامي سميتو سهام شهرزاد كله باللغه العربيه. عرفتي راه ما شاء الله على الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. قلت لي كيفاش بغيت نعرف كيفاش الحاله اللي كانت عندك ديال لا ترانس اللي كنتي فيها باش كتبتي واحد الطريقه ابداعيه رائعه جدا. قلت له راه خاصني هذه مسؤوليه كبيره لان كلها باللغه العربيه، يعني جميل. عندي 12 سهم خاصني نحفظه. سهام شهرزاد ان شاء الله. الله يبارك فيك. لو تعرفوا نعاود نمشيو للسي الاخر. تفضلوا. لو تعرفوا طبعا هي ديال الفنانه أصالة نصري. لو
ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، لأن ده الحب الكبير اللي ما فيهش ازاي وليه. لو تعرفوا يا زينة الدنيا لنا يا أغلى من روحي والعيون، بنقول لكم من قلبنا لو كنا ورد انتوا الغصون. يا زينة الدنيا لنا يا أغلى من روحي والعيون، بنقول لكم من قلبنا لو كنا ورد انتوا الغصون. لو كنا ليه انتوا الصباح، لو كنا طير انتوا الجناح. لو كنا ليه انتوا الصباح، لو كنا طير انتوا الجناح. وانتوا معوضنا عن اللي راح، وانتوا معوضنا عن اللي راح، وانتوا معوضنا عن اللي راح وعن اللي مش ممكن يكون. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير، لأن ده الحب الكبير اللي ما فيهش ازاي وليه. لو تعرفوا احسنتي وابدعتي واتقنتي، تبارك الله عليك. الله شكرا يحفظك. لك فاتن هلال شكراً. بك، تبارك الله عليك. ان شاء شكراً الله لك. نتمناو التوفيق ونشوفوك اكثر ان شاء الله ان شاء الله. كذلك كنبغي نشكرك، جينا على اخر حلقه، كنبغي نشكرك حسن حسني شكراً. حضورك في حلقه اليوم. شكرا لك. يبقى في الاخير شنو تختار لنا؟ نخليك انت تختار هذه الاغنيه نختموا بها حلقتنا اليوم. بماذا ستشنف مسامعنا؟ نغنيو شي قلبي سعيد، قلبي سعيد، قلبي سعيد ورده. ان شاء الله نديروها في الاخير. شكرا طبعا اخواني اصدقائي الفنانين الموسيقيين، شكرا للجميع. هذا عماد يحييكم الف تحيه. نتلاقاو لا سومين بروشين ان شاء الله، لا بروكسيما بس الاسبوع المقبل بحول الله. تحياتي.
حياتي قلبي سعيد فرحان فرحي قلبي تهنى ايوه ده النبي يوم العيد ده انا قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد فرحان فرحي قلبي تهنى ايوه ده النبي يوم العيد حبك خلى يكون في عينيا اجمل عالم من حواليا حبك خلى يكون في عينيا اجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد كله جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي يا زمن يا زمن زمن العجايب. أول مرة أشوف الدنيا دنيا كبيرة ووشها عالي أول مرة ألاقي العمري طعم جميل إنساني أول مرة أشوف الدنيا دنيا كبيرة ووشها عالي أول مرة ألاقي العمري طعم جميل إنساني أول مرة لما جت كلمت ألاقي كلامها كأنه غني أول بحس إني بعد الحب بقيتش تاني أول مرة لما جت كلمي ألاقي كلامها كأنه أغاني أول مرة بحس إني بعد الحب بقيتش تاني عندي شعر وردة ترقص في الأغصان حسب نشوة عصفور غنى له الكروان عندي شعر وردة ترقص في الأغصان حسب نشوة عصفور غنى له الكروان لو تعرف بس يا غالي ده انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي ده انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي ده انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي ده انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي ده انت بقيت ايه بالنسبة لي روحي قلبي عقلي املي انت المنى من غير تحديد حبك خلى كن في عينيا اجمل عالم من حواليا حبك خلى كن في عينيا اجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد طب كله جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي يا شكرا الله 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 برافو شكرا الله الله